ايه هي الحساسات ودورها ايه في دوائر الكنترول؟ شايف القطعة الصغيرة دي اسمها سنسور او حساس، ودي عقل الدايرة الحديثة. الحساس ببساطة جهاز بيكتشف حاجة حواليه، حركة، حرارة، قرب جسم او حتى مستوى السائل وبعده، بيبعت اشارة لدايرة الكنترول. زي حساس البروكسيميتي اللي يحس بوجود معدن من غير ما يلمسه، او حساس الحرارة اللي بيفصل لو الحرارة زادت، أو حساس ضوئي يشغل لمبة أو يوقف سير إنتاج بمجرد ما يعدي جسم اللي قدامه. الميزة إنك تاخد قرار أوتوماتيك من غير ما العامل يتدخل، وده يزود الأمان والدقة والإنتاجية. باختصار يا معلم، السنسور عين وأذن دوائر الكنترول وخطوط الإنتاج. سؤال نهاية الحلقة: لو عندك خط إنتاج سريع تفتكر أنسب سنسور تستخدمه، ضوئي ولا بروكسيميتي، وليه؟ اكتب لي إجابتك في كومنت. لو عجبتك المعلومة دي تابعني عشان يوصلك كل يوم جديد بطريقة مختلفة تماما.